يستعد وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي لاستدعاء وجوه جديدة لخوض مباراة بوركينا فاسو وليبيريا في 12 سبتمبر المقبل في لانس الفرنسية ضمن الجولة الأخيرة من التصفية المؤهلة إلى بطولة كأس إفريقيا 2024. وفي هذا الصدد كشفت مصادر وفق العرب الجديد أن هناك بعض اللاعبين البارزين يشعرون بالغضب تجاه وليد الركراكي، ويعزو هؤلاء اللاعبين سبب غضبهم لإقصائهم من المشاركة في مونديال قطر على الرغم من مشاركتهم في جميع مراحل التصفيات مع منتخب أسود الأطلس. ومن بين هؤلاء اللاعبين يونس بلهندا وفيصل فجر والشقيقين سامي وريان ماي. ووفقا لموقع العربي الجديد، دائما يخطط وليد الركراكي لإعادة بعض اللاعبين الغائبين عن مباراة الرأس الأخضر وجنوب إفريقيا في 12 و17 يونيو الماضي لأسباب فنية وصحية. ويبدو أن وليد الركراكي لا ينوي الاعتماد مجددا على الحرس بما في ذلك الشقيقين سامي وريان ماي الذين يلعبان لفريق بيرنتس فاروشي المجري.